طبعًا كل واحد فينا فاكر إن عقله هو الbest friend بتاعه، وإنه دايمًا في صفّه، وإنه عمره ما كان ضده أو لعب ضده. كل واحد فينا كمان فاكر إنه مسيطر على حياته completely، ومتصورين كمان إن أفكارنا حرة تمامًا بدون أي تدخلات. اسمح لي أصدمك وأقول لك إن مش دي الحقيقة، وإن عقلنا بيلعب ألاعيب كتيرة إحنا مش بناخد بالنا منها. وعشان تعرف الألاعيب دي، تعالَ معايا نروح لرحلة في دهاليز العقل. أهلًا بيكم في حلقة جديدة من أول السطر مع إيمان الخواجة وحِيَل وألاعيب العقل. تخيل وغمض عينيك وتصور إنك واقف قدام باب مكتوب عليه عقلك، بتفتحه وبتدخل، بتلاقي عالم مختلف خالص، عالم ملوش علاقة بالواقع، عالم اللي بيحط قوانينه هو العقل بمزاجه وبراحته حتى لو انت مش واعي. الحيل والألاعيب اللي العقل بيعملها هي جزء من آه، طريقته في أداء وظيفته، وعشان كده لازم نقول هي إيه وظيفة العقل. العقل وظيفته الأساسية إنه يوفر طاقة لكل العمليات الحيوية اللي في الجسم، الحركة والنشاط وغيره، الحاجات اللي هو عارفها وحافظها وما بتستهلكش منه كتير. غير كده العقل بيحتاج إن هو يفكر شوية قبل ما يصرف طاقة في حاجة ما يعرفهاش. وعندك كده فور اكزامبل، انك لو فكرت مثلا تلعب رياضة، تتعلم عادة جديدة، تبدأ لغة جديدة، اي حاجة جديدة مش معتاد عليها العقل، هتلاقي اول حد بيعترض لك هو عقلك نفسه، وهيبدأ يحط لك عقبات كتيرة جدا. احنا تعبانين مرهقين، احنا كبرنا، احنا محتاجين نرتاح، اقعد بلاش فرهدة. الحقيقة ان دي يعني وسيلة العقل بيحافظ بيها على الطاقة إنه يثبتك. في الحالة دي أنت كل اللي مطلوب منك تبقى واعي للحكاية دي، وإنك تصمم على اللي أنت عايزه، ما تسمعش صوت عقلك، اسمع صوت إرادتك بس. وقوم وابدأ، هتلاقي العقل بسرعة لوحده بدأ يوفر الطاقة واشتغل زي الساعة وعمل كل المطلوب منه. يعني إحنا اللي مفروض نسيطر على عقلنا، مش عقلنا اللي يسيطر علينا. الباحثين والعلماء عشان يثبتوا موضوع الحيل والألاعيب العقل ده عملوا تجارب كتيرة جدا. هنقول بس بعض الأمثلة منها، كل واحدة فيهم بتكشف لعبة إزاي. في علماء وباحثين عملوا تجربة اسمها تجربة الغوريلا، وإن هي جابوا فريقين لكرة السلة، فريق أبيض وفريق أسود، وطلبوا من المشاهدين إن هم يعدوا التمريرات بين الفريقين. بس كده الناس بدأت تشتغل في العد بين الفريقين. وبعد شوية كده من الوقت والناس مركزة قوي، دخل واحد لابس لبس غوريلا أو يعني كأنه غوريلا، دخل لمدة ثواني في وسط الناس وخبط على صدره كده وطلع، بس ما عملش حاجة تانية. بعد كده اكتشفوا انه تقريبا نص الناس ما شافوش الغوريلا، ما شافوش الراجل اللي كان لابس غوريلا، رغم شكله، رغم انه المفروض يخض او يخوف. مش الغوريلا لانهم كانوا مركزين في العد. الحالة اللي العقل بيكون مركز فيها في حاجة بيعمل فلترة لباقي الواقع، وبيعمل حاجة اسمها in attentional blindness، عمى غير مقصود، يخليك كده تحذف أي حاجة في الواقع وتركز على اللي انت عايزه بس، حتى لو كان الواقع ده غوريلا ضخمة جدا، بس هو في الوقت ده بيخليك تشوف اللي هو عايزك تشوفه أو تركز فيه. التجربة دي مش بس مجرد خدعة بصرية، لأ، دي بتبين قد إيه إن اللي إحنا بنشوفه مش دايما هو الواقع الحقيقي. لأ، ده بيعبر عن أولويات عقلك بس مش أكتر. أولوياته إيه في اللحظة دي هو اللي إحنا بنشوفه. السؤال هنا، يا ترى كم غوريلا عدت في حياتنا وإحنا مش واخدين بالنا وكنا مركزين في حاجات تانية أقل بكتير. في تجربة للباحثة إليزابيث لوفيتس بتقول إن مجموعة من الأشخاص أقنعتهم إن هم تاهوا وهم صغيرين جوه مول، وبدأت تكرر لهم الحكاية دي كتير لحد ما اقتنعوا. بعد كده بدأ كل شخص فيهم يضيف على القصة ذكريات جديدة، يعني ده حصل له إيه في المول، ده مين اللي خده، ده شاف إيه، على الرغم من إن أصلا التجربة كلها كذب.
وده بيثبت لنا حاجة، ان الذاكرة مش بتسجل في يعني فيديو ثابت ابدا. الذاكرة بتسجل حدث ايا كان سواء كذب او حقيقة، ومع مرور السنين والايام بتبدأ تضيف عليه احداث جديدة دايما. وده يخلينا نسأل، هل احنا واثقين في كل ذكرياتنا، في كل الحاجات اللي احنا بنفتكرها الحلوة او السيئة، الحاجات اللي ممكن تفرحنا او تألمنا؟ ممكن اصلا كانت تكون كذب مش حقيقية، او تكون بسيطة جدا واحنا مع الايام زودنا عليها. فلازم نبقى واعيين حتى لذكرياتنا. وده بيسموه الفولس ميموريز. حد يحط لك ذكريات كدابة جوه عقلك، ومع التكرار الحاجة الكذب العقل بيصدقها، وبيقنع الشخص نفسه ان يصدقها. ودي بصراحة لعبة خطيرة جدا. في حاجة طبعا تقريبا كلنا بنتعرض لها، وهي البلاسيبو افكت، اللي هو الدواء الوهمي. يجيب مجموعة من المرضى بمرض معين، ويدوا لهم اي علاج ملوش علاقة بالمرض ده نهائي، حتى لو مجرد حبات من السكر. مجرد قناعة الاشخاص دي ان العلاج ده هيشفيهم، هم اوريدي هيتعالجوا من المرض ده. وده اللي هو بقى العلاج الوهمي، او ان الانسان لما بيؤمن بالنتيجة بتحصل النتيجة. واعتقد ان ده حاجة حقيقية قوي، ان الواحد لو مآمن بحاجة هتحصل، مآمن ان انا هخف على الدواء ده فهخف. ان انا وده اللي بيحصل في الوصفات وفي كل التجارب. طالما انا جربت حاجة بيقين وإيمان فهي هتحصل. العقل دايما بيصدق اللي احنا بنقوله له. ولازم ان احنا نستغل الحكاية دي جدا في العقل الواعي، ان احنا دايما نسمعه الحاجات الإيجابية، لان اي حاجة هو بيسمعها بيصدقها. بمعنى ان انت لو فضلت تقول لنفسك انا تعبان، انا كبرت، انا مش قادر، انا مش عارفني، انا تهت مني، اللي هيحصل ان العقل هيبدأ يتصرف على الاساس ده، ويقول للاجهزة بتاع الجسم كمان اتصرفي، انت كبيرة دلوقتي وتعبانة وخلاص منتهية. تبدأ كل اجهزة الجسم تتصرف على الاساس ده. لكن لو انت بدأت تسمع نفسك كلمات ايجابية، ده هيحصل ان فعلا تتحقق في الواقع. وفي ناس كتيرة بيشوفوا ان ده كلام تنمية بشرية، وبيتريقوا وبيفتكروا الفيلم بتاع زمان، اللي هو لما راح للدكتور النفسي وقال له انا مش قصير قزعه، انا طويل وهبل، افضل قولها 7 مرات عشان تطول. كانت نوع من يعني ايه، التهريج والاستهزاء. اما هي حقيقيه فعلا. لو قررت اي حاجه لنفسك ممكن مع الوقت تتحقق. ليه اقرر دايما حاجات سلبيه؟ طب ما انا اقرر حاجات ايجابيه. زي ما العقل بيتلاعب بيا، انا كمان اقدر استخدم الحيل دي في بعض الاحيان لمصلحتي. العقل أداة عبقرية جدا ومعجزة من معجزات الخالق سبحانه وتعالى. بيعمل بشكل مبهر طبعا، لكن هو مش دايما بيورينا الحقيقة. أوقات كتيرة بيورينا حاجات مش حقيقية، وأوقات كتيرة بيخلينا نصدق حاجات هي في الأصل كده. الفكرة إن احنا نبقى واعيين للعقل، للطريقة اللي هو بيشتغل بيها، عشان نقدر إن احنا نطبق ده بعد كده لمصلحتنا. وأتمنى إن رحلتنا في دهاليز العقل تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ويا ريت تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي وحيل وألاعيب تانية. ويا ريت في الكومنتس تقولوا لنا ايه اكتر حيلة تحبوا نتكلم عنها وبتمثلكم انتوا كمان. اشوفكم على خير.